بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض ندمس فول. آه، طبعا طريقته انا بعمله بطريقة مختلفة عن اي حد. طبعا لازم الفول يبقى نوعه كويس، نوع فول تكون فول بلدي. بنعرفها ازاي؟ الفولة بتبقى الحباية كبيرة وحلوة وفاتحة مش غامقة. أنا باحب اللي هي بتبقى نوع الفول البلدي ده بيبقى طعم جدًا في التدميس. بانقيه وباغسله كويس، وبعد كده بانقعه في مَيّة سخنة من بالليل لمدة 24 ساعة. ده عندي هنا نُص كيلو فول نقعته من بالليل، وبعدين شطفته كويس بعد النقع، وبعدين هاحطه بقى في الدماسة عندي. عايزة ممكن تحطيه في حلة، ممكن في ناس بتعمله في حلة الضغط. بعد كده هاحط عليه مَيّة سخنة وهاسيبه يغلي غلوة واحدة بس. هاحطه على النار وهاحط عليه مَيّة سخنة تغطيه. وبعدين هاسيبه يغلي معايا أول غلوة، وأول غلوة بعد ما يغلي أول غلوة هابتدي بقى أحط المكونات اللي عندي. دي طماطماية مقشرة القشرة بتاعتها وقطعتها 4/4 كده وحطيتها، وبصلاية قطعتها نصين ورحت حطاها برضو، و3 فصوص توم حطيتهم برضو، وبشرت جزراية وبحطها على الوش. ما بقلبش خالص، بس ببقى سايبة الجزراية دي على الوش. دي حلوة جدا عشان ما تخليش الفول يطلع لفوق، يبقى كله مغمور بالمية اللي تحت. بس كده، وبهدي عليه النار بقى وبسيبه براحته لغاية ما يستوي معايا. وكل ما بيعوز مية بسخن مية من الكاتل وبحط له لغاية ما بيستوي معايا. زي ما احنا شايفين كده الفول بقى استوى بقى زي الفل. عندي هنا بقى دي تركية انا بعملها. عندي معلقة دقيق، يعني باجيب معلقة دقيق كده، باحط عليها معلقة صلصة وشوية مَيّة صغيرين، وبانزل عليها على الفول، وباسيبه يغلي كمان غلوتين كمان تاني. الخطوة دي حلوة جدًا. أنا باحس إن الفول بيبقى مَيّة الفول مش مَيّة سايبة، بتبقى مَيّة آآ سميكة شوية، يعني غليظة شوية، وبيبقى لونه حلو وكمان بيبقى شكله حلو. أنا يعني باحس إن هي بتبقى مقارب للفول اللي بيبقى جاي من برّه، اللي إحنا بنشتريه من برّه. هُم برّه بيحطوا عليه حاجات تانية، اللي هي مواد عشان تسرّع تسويته وكده، فبتدّي له اللون ده. لكن كده زي ما إحنا شايفين أهو. كده بقى معانا لونه حلو أوي وشكله جميل وريحته قالبة البيت. عندي بقى خطوة بقى عشان قبل ما بافرّزه، باجي زي ما إحنا شايفين الفولة زي ما هي الفولة بفولتها، ولا مهرية ولا أي حاجة، بس دايبة دوب جميلة جدًا. باعمل إيه بقى عشان أمّا آجي أفرّزه؟ باحطه كلّه في حاجة كبيرة كده، وباعصر عليه ليمونة كبيرة، يعني عصير ليمونة، وبعدين باسيبه يبرد شوية، وبعدين باكيّسه أحطه في أكياس وأحطه في الفريزر، وباطلّع على قد الأكلة بيبقى حلو جدًا. زي ما إحنا شايفين باعصر عليه ليمونة، بيبقى بالشكل ده جميل، والريحة ما أقولكوش قلب البيت. يا رب تكون الطريقة بتاعتي عجبتكم. لو أول مرة تشرفوني تكونوا معايا في القناة، يا ريت تشرفوني بالاشتراك وعمل لايك للفيديو، وما نحرمش منكم أبدا.